وحين تستهل الصورة بكلمة سبحان، وسبحان علم على التنزيه. سبحان يعني تنزيه لله، والتنزيه معناها ايه؟ يعني ان ترفعه عن الحق سبحانه وتعالى ان يكون له مثيل في البشر، لا ذاتا فلا ذات مثل ذاته، ولا صفات فلا صفات مثل صفاته، ولا فعل فلا فعل مثل فعله. يبقى سبحان معناها تنزيه مطلق لله. عن ايه؟ تنزهه عن ايه؟ عن ان يكون له شبيه فيما خلق، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. فاذا قال لك الله موجود وانت موجود، قل ولكن وجود الله غير وجودي، لان وجودي عن عدم وليس ذاتيا فيه، ووجوده لا عن عدم وهو ذاتي فيه. يبقى ذاته مش زي الذوات. وصفة له سمع ولك سمع، ولكن سمعه ليس نزه سمع الله عن سمعك، لأنك تسمع بأذن وبوسائل مش عارف ايه وهو لا يسمع كذلك. ونزهه أيضا في الفعل، فإذا قال الله فعل ذلك فلا تأخذه بمقاييس فعلك، ولكن خذه بمقاييس مين؟ أنه سبحانه منزه أن يشبه فعلك فعله أو فعله فعلك. إذن كلمة سبحان جاءت هنا تدل على أن ما يأتي بعدها أمر خارج عن نطاق قدرات البشر. فإذا ما سمعته إياك أن تقول وكيف يحدث هذا؟ قل نزه الله في فعله أن يكون كفعلك. فإذا قال أنه أسرى الله بمحمد من مكة إلى بيت المقدس في ليلة مع أنهم يضربون إليها أكباد الإبل شهرا، اوعى تقول إزاي دي حصلت. ليه؟ لأن فعل الله ليس كفعله، والله لم يقل سرى محمد من مكة إلى بيت المقدس، وإنما أسرى الله به من مكة، فالفعل ليس لمحمد ولكنه لمن؟ لله. وما دام لله يبقى اوعى تحكم الزمن بقى، اوعى تحكم الزمن. يبقى كلمة سبحانه جاي في ايه؟ جاي في وضعهم. وإذا ما استهلل كلمة سبحان تجدها في الأشياء اللي العقول تقف فيه. يقول لك فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. الأزواج قال لك الزوجين اللي هيجي منهم التكاثر. قال لك هو التكاثر؟ قال لك ايه التكاثر بيجي بالزوجيه في ايه؟ في انفسكم بنتجوز عشان نجيب ولاد، وفي النبات بنعمل ايه؟ بنلقح الانثى من الشجر بالذكر. ومما لا نعلم طلعت لنا الكهرباء سالب وايه وموجب، وفي برضه في الذره كذا. الله، يبقى كل حاجه فيها زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسبحان الذي خلق الازواج كلها. أم قال لك ايوه، لان خلقه الازواج ده كونك تجيب زوجين وصالحين على ان يتكاثروا الاثنين منهم كده ويطلعوا ويكبروا ومش عارف ايه. طب ما احنا قلنا زمان ان الصانع من ايه؟ يصنع كوبايات، فطلع شيء من عدم. كنا بنشرب كده ولا بنشرب في كوس صفيح ولا في كوس فخار، وبعدين عملنا ايه؟ بنور او كريستال او حاجه. قال لك ايوه، انما لما نعمل كوبايه تجمد على انها كوبايه، مش بنعملها صغننه كده ونخليها تكبر زي ما عملها الصانع تفضل زي ما. وما بنعملش كوبايه ذكر وكوبايه انتاي ونقول لهم والله هنسيبكم لبعض وطلعوا لنا كوبايات. فاذا فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسكم ومما لا تعلمون. وكل يوم العلم بيدينا ايه؟ بيدينا جديد في الايه؟ في انها ضروري، الموجب والسالب والذرات الموجبه والسالب كل ده. لا الله. اذا فكلمه سبحان لا ياتي بعدها الا شيء العقل يقف فيه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون ايه؟ ما كانت الدنيا منوره وحلمه كده، وبعدين تيجي ضلمه كده تبقى ضلمه ايه دي، وبعدين كانت ضلمه وبعدين تبقى ايه؟ الصبح ايه؟ فسبحان الله. اذا كل شيء له ايه؟ تقول عليه ايه؟ سبحان. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كل شيء عجيب تقول ايه؟ تنزيها لله. احنا ما كناش رابطين الحيوانات دي جايه لنا كده. سبحان الله. وبعدين تذلل لنا ويجي الجمل ينخ كده علشان ايه؟ يركب، والولد الصغير كده يجر الجمل ويحمله الحمل ويقول له ايه يقف والمش عارف ايه. يا الله، ايه الحكايه دي؟ تبقى دي التسخير من مين؟ وقلنا زمان عشان تعرف الفرق
اهو الجمل اهو الصبي يعمل فيه كده، وقلنا البرغوث الصغير يجي يقرقك كده بالليل وما تعرفش تمسكه اقعد كده اهو. انما شوف يعمل فيك ايه، ما ذللوش ربنا ليك يا اخي. ولذلك يقول فذللناها، لو لم يذللها ما استطعت ان ايه انك انت تخليها في ايه في خدمه. فسبحان كل حاجه تقول ايه سبحان. ولذلك وردت سبحان في القران كله في الاشياء العجيبه. ساعه ما تسمعها من الله قول سبحان، ده تنزيه، ده ما حدش يقدر عليها الا هو. طب ولكن استهلال الصور به في فرق بين وجودها في طيات الصور ووجودها في استهلالات الصور. سبحان الذي أسرى بعبده، أول صورة، يبقى كل اللي هيجي بعدها من جنس ما يقف فيه العقل ونقول له لا ما. طيب وبعدين أدي سبحان، وسبحان دي اسم، والاسم يدل على الثبوت ويدل على الدوام، فكأن تنزيه الله موجود قبل أن يوجد من ينزهه. الله الله، شيء ثابت لله، يبقى التنزيه ثابت لله قبل مين؟ قبل ان توجد حضرتك يا من تنزه الله. زي ما نقول الخالق البارئ المصور، هو خالق قبل ان يخلق، ما شاء الله، لانه ما خلقش الا وصفه الخلق فيه. امال خلق ازاي؟ يبقى لازم كان خالق. تيجي تقول مثلا فلان شاعر، هو شاعر لانه قال القصيده دي؟ طب ده قال القصيده دي لانه ايه؟ لانه شاعر. يبقى إذن سبحان يعني تنزيه الله ثابت له وإن لم يوجد المنزه. طب وإذا وجد المنزه يبتدي ما دام يقول كده سبحان الله وهي ثابته يبقى يسبح. طب سبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة يقول سبح لله ما في السماوات وما في الإيه؟ في الأرض. طب سبح وسكت، قال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الارض. الله، ما دام التنزيه ثابت لله بسبحان وان لم يوجد المنزه، وحين وجد المنزه نزه، فسبحت السماوات والارض وما في السماوات وما في الارض. وهل سبحت وسكتت؟ لا، ويسبح لله ما في السماوات. وما دام الامر كذلك فلا تتقاعس انت ايها المكلف، فسبح باسم ربك الاعلى. وانتهي بقى من المساله.